امبارح تابعوا موضوع تصفير الأرصدة وتصفير الليمت في كل بطاقات البريد المصري، وكلنا توقعنا ان دي بس مجرد تحديثات بتحصل في البريد ويرجع كل شيء زي ما هو، زي ما اي تحديثات حصلت قبل كده. لكن من ساعات بسيطة اتفاجئنا ان البريد المصري وقف التعامل الدولي على بطاقات الخصم المباشر بتاعته اللي هي الجولد والكلاسيك، وهي كانت بطاقات الخصم المباشر الوحيدة اللي في مصر حاليا اللي شغالة دولي. ناس كتير جدا كانت بتستخدم البطاقات دي في التعامل الدولي، لكن البريد زي ما انتم شايفين اهو، انا راسلت البريد وكذا حد برضو من زمايلي راسل صفحة البريد الرسمية، وده كان رد البريد الرسمي انه تم وقف التعامل الدولي على بطاقات الكلاسيك وعلى بطاقات الجولد. طبعا انا كلامي على بطاقات الكلاسيك والجولد الخاصة بحسابات التوفير بتاعة البريد المصري، مش الخاصة بالحسابات الجارية، لان كده كده حسابات الجارية كان التعامل الدولي بتاعها واقف. فكده اي حد مقدم على الحساب ده ومنتظر البطاقة للأسف